الأهلي يبقى الأهلي للمرة 17 في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة 5 على التوالي، وسيسعى للقب 12 في تاريخه. مبروك لجماهير النادي الأهلي، ويبقى الأهلي دائما هو سيد هذه البطولة، وشمس الأهلي دائما لا تغيب عن النهائي الإفريقي. لما تتغلب 3 تعال لنا واحنا نكسب لك اللي غلبك 3، لما تتغلب 5 تعال لنا واحنا نكسب لك اللي غلبك 6. ما تقلقش من ده، كلنا ايد واحده، كلنا مصريين. بنزعل لو حصل حاجه حتى لو كان الفريق ده بيني وبينه يعني حاجات مناوشات ومنافسات ولا حاجه، لكن في الاخر احنا واحد. انت بتعايرنا خميس ولا ايه؟ انا بفكرك بس. واحد ايوه بيلعب عرضيه. سلامتك من كرة خطيرة، خلي بالك. موبوتو 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 خلي بالك. موبوتو 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 خلي بالك. موبوتو 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 خلي بالك. أصبح هو ماس، أصبح وماس 3 وموليكا يسجل الهدف الثالث في مرمى نادي الزمالك. أنا بولو 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 بوليكا بوليكا بوليكا. أنا عارف إنه هيعجبك وهتتجنن عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مشاهدي قناة المايسترو. مبروك للأهلي، مبروك للأهلاوية، الوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة ال5 على التوالي. حد لشوق لحاجه؟ ايه؟ فرحة الأهلاوية فرحتين، فرحة الوصول للنهائي وفرحة الصياح الجماعي من الكونغوليين البيض أو اللي بخطين حمر. كنزومبي خطيرة. يا ساتر يا ساتر، هدف التقدم. وحمامه بيضه وحمامه بيضه حمامه بيضه. حكم اللقاء هيعود للفار، حكم اللقاء سيعود للفار. كرة كان فيها التحام هوائي ما بين اللاعب اللي هو رقم 9. حكم المباراة في طريقه لإلغاء الهدف، والهدف ملغي. هدف ملغي. سؤال وإجابته إيه يا دنيا؟ مين حط على جرحك لونيا؟ وليه لما بقبت كمين أنا بس اللي بتفتش؟ لو سمحتوا ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد. انت شفته ايه؟ انا شايفه هدف. شفته بايه؟ ايه اللي شفته بايه؟ يعني ايه فيك شافه ايه؟ يعني الفار ده كله ده والثمانيه اللي قاعدين في الفار دول يعني كلهم عمي؟ لا مش عمي. هو انت شغال شاهد زور؟ لا هي هوايه يعني مش شغل. انا اصلا حرامي، بس يعني وانا على القهوه بيجيبوني احلف بحلف. أيوة يعني دلوقتي في حكم من العالم كله شايفاه هيتأمر بتاعت الفار. عندنا التآمر مش من الحكم ولا من الفار ولا من مين؟ التآمر من المخرجين اللي بيجيب لك لقطه تديك احساس ان الكوره لمست يد. انت ازاي بتقدر تصنع الحشيش المحلي بالجوده العاليه دي؟ الفار ده فيه كام كاميرا يا عم؟ الفار ده فيه كام كاميرا؟ ده شغل مخرج مباراه بعد اذنك يعني. إيه؟ واضح ان الاصطباح حنه في ذبل حماه. استعدنا على الشجا بالله. الزملكاوية كلهم نفس الاسطمبة، نفس الصياح، وفي نفس الوقت وبشكل جماعي، وكل كلامهم وأغانيهم ملهاش علاقة بكرة القدم. حرقة الزملكاوية لوصول النادي الأهلي للنهائي الإفريقي بتعرفك قد إيه الأهلي عامل بريمة في دماغه. الجمهور لم يتوقف وركنيات لم تستغل، وهي جول، هي جول أهلاوي. يا نهار اسود يا نهار اسود. شوف انا حرقك كده من غير ما اعمل حاجه ازاي، ما بالك بقى اما اعمل وهعمل وقريب يا مقرش. الزملكاوية ماشيين ورا الأهلي زي الناس اللي بتروح الأفراح علشان تاكل، لا هي تبع العريس ولا هي تبع العروسة. نعم يا حبيبي، الصبر طيب. ايه ده؟ هو سيادتك معزوم هنا برضه؟ ده خامس فرح نخش وندور عليك فيه يا حسن.
الزملكاويه اللي ممكن يشجعوا اي حد حتى لو على حساب ناديهم. الزملكاويه ممكن يشجعوا الترجي والرجاء والوداد ومازيمبي، كل دول ممكن يسبقوا الزمالك، ولكن الاهلي لحد النهارده هو اللي حامي نادي الزمالك، هو اللي جمايله على نادي الزمالك، وحارب الفرق دي كلها من دوري الابطال لمده 20 سنه، ومحافظ على رقم الزمالك بالحصول على 5 دوري ابطال. ابوس ايدك ابوس ايدك، اتصل بالدكاتره زملاتك اللي في مصر واسالهم. اسالهم عن ايه بس؟ القرد لسه بيتنطط ولا بطل تنطيط؟ القرد لسه بيتنطط ولا بطل تنطيط؟ نادي الزمالك في مصر اللي شجع بيراميدز لحد ما بيراميدز خد مكانه وخد الوصافه وبيدخل مكانه في دوري ابطال افريقيا. لو نادي الزمالك بينطق كانت بره من جماهيره. تقصد ايه يعني؟ ان ابني كذاب ولا اهبل وبرياله وعبيط زي الشعب ما بيقول؟ هو الشعب بيقول عليك الكلام ده؟ هو والله يبقى الشعب رحمه كمان. يلا يا زملكاويه شدوا حيلكم شويه، تيشيرت الترجي مستنيكم. اجمد كده ولا مش لا بص ما تعيطش، مش عايزك كده، ها اجمد، لسه اللي جاي جامد. انا بقول حق ربنا، انا مش زيك او مش زي اي حد. انا حمار، انا حمار وغبي. الحمد لله رب العالمين، الاثنين حمار وغبي. لقيت ان الكوره لا لمست كابتن. انت شفتها لمست؟ شفتها تاني والله العظيم لمست، اقسم بالله كابتن. لا ما تحلفش ما تحلفش. لا انا بقول لك في خدع، بص في خدع مخرج، اسمع الكلام، وفي خدع سينمائيه. نهار اسود يا ولادي اللي هي بتوع السيما تتعمل في التو واللحظه. طبعا اسمع بس ده في ثانيه بتبقى متحضره. ويا عيني يا مزاريتي على الايام. على فكره لا انت قد ايه يا عياله، قسما بالله بياع حبيب قلبي يا استاذ. لعبتني في دماغي. حلوه ها كابتن. ما تخلينا بقى نتكلم بقى بما الكوره هي وراك، مش محتاجه حاجه يعني. ايه ادي الكوره وراك اهي عشان يا جدع ما جاتش في ايده. ما تتلهي على عينك بقى، ده هي تكشفك فضحتنا، وانت اعمى القلب والودان كمان. صدقني انت كده مش ابيض الفانيلا بس، انت ابيض المخ والعقل. اللي عنده ده فيروس اسمه البارفو، ده فيروس ملوش علاج في العالم، وانا شخصيا بعتبره فيروس خازوقي علشان لما بيلزق في الكلب ما بيطلعش منه تاني. تقول لا ده المخرج، ابتديت تطعن في طاقم التصوير وطاقم التحليل وكل الناس اللي هي المصريين وفي زمامهم، عشان متضايق ان الكوره ما اتحسبتش جون. ليه؟ عليك تربيه وسخه. عايز اقول للكابتن رضا عبد العال الكونغولي، لو كانت المساله نقدا رياضيا لانحنينا وقبلنا ما تقول، لكن اذا كانت كراهيه او بحثا عن ترند فلن يكون لك تاريخ في الكونغو. لكن احنا تواصلنا مع مخرج المباراة اللي هو مش الأستاذ محمد نصر لكنه الأستاذ هشام عبد الودود، وتواصلنا أيضا مع حكام في تقنية الفيديو يديرون المباريات الدولية على مستوى الفيديو عشان نسألهم هي القصة قصة فار ولا قصة مخرج؟ قول انت بقى. فكانت الإجابة من المخرج هشام عبد الودود في تصريحات ذكرها للزميل الأستاذ أحمد جلال رئيس تحرير البرنامج. قال هي نفس الكاميرات، لا يوجد أي نقاش بيني وبين حكام الفيديو بالأساس. بدأت الإعادات باعتباره هدفا، وبعد لجوء الحكم لتقنية الفيديو المخرج ما بيكونش ليه أي دور إلا إنه يبين النافذة على الشاشة. فاهم يعني إيه؟ يعني اللي بيستخدموا الناس جوه تقنية الفيديو، أنا دوري الوحيد كمخرج إن أنا أجيبه لك على الشاشة بس، لكن هل أنا اللي بجيب لهم الإعادات؟ هل انا اللي بقول لهم افتحوا دي؟ هل انا بقعد اعيد؟ لا. صح بس حاجه. وده عكس ناقد رياضي وكان لاعب قديم في الكونغو اسمه رضا عبد العال الكونغولي. رضا عبد العال الكونغولي طلع بعد المباراه على القناه بتاعته وكان زعلان من الحكم وزعلان من الفار وبيتهم المخرج وبيقول معروف انتمائه. دي مؤامرة. مؤامرة كيف يعني؟ شكلهم كده متفقين علينا بس ما عرفش نيعوا. وطبعا اختلقوا وراحوا ولا ومش لا وايه واتلغى الهدف. سودة قوي من جوه. انت بتقسم بالله العظيم ده المفترض ان انت خبير قوي. لا ده انت جاهل جدا
باصول الشغلانه. يا سلام، سلم على مخك البلالان يا بحر العلم يا ترعة المفهومية يا فيلسوف الحمير. وهو بيتكلم عن المخرج الذي ينقل المباراة، وهو كان يقصد الأستاذ محمد نصر، وقال ما هو معروف انتمائه، لأنه في الكونغو طبعا لازم يشككوا في كل حاجة. انا معترض على ايه؟ معرفش، انما ادام في مجلس بعترض. لازم احسن يقولوا عليا حمار. اللي مش فاهمه الكابتن رضا عبد العال الكونغولي، مع ان مازيمبي فرقه كبيره والكونغو عندها كره من زمان، مش عارف الكابتن الكونغولي مش متابع ليه. الفار ليس للمخرج سيطره على الفار. المخرج ملوش علاقه، الكاميرات متوصله على الفار مباشره يا كابتن. الكونغو ما وصلتكوش التقنيه. معلش يا معلم، اهو بياكل عيش وبكره يتعلم. يعلم في المتبلم يصبح ناسي. لكن انت بتخاطب مين يا كابتن رضا؟ انت بتخاطب مين؟ بتخاطب مشاعر مين؟ انت مصر، هو انت بتكره الاهلي الى هذا الحد؟ انت 3/4 البطولات اللي واخدها مع الاهلي. انت ولا حاجه ولا حاجه، انت ولا حاجه ولا حاجه. بصوا يا جماعه، هي المشكله الكبيره بجد ان احنا نصل الى درجه التخلف ده. ابنك تعبان يا حاج. لا مش تعبان يا دكتور. لا ابنك مجنون يا حاج. خف من بقك يا دكتور، مفيش حاجه اسمها الكلام ده. ابني مش مجنون. ابنك مجنون يا حاج، وانا اللي عارف ده كويس. هي لا كراهيه لا ترند، مفيش حاجه ثالثه، لان ده مش نقد. ده مش نقد، ده حد بيدور على اتجاه مختلف. كل الناس طالعه تقول الاهلي لعب حلو قوي، وده طالع يقول لك كولر ما عملش حاجه. انا اقصد اقول يعني انه مش حاجه، يعني عموما عادي ولا يهمني. احنا جامدين أو احنا الحديد بولي واحنا لمبولين. الله يخرب بيتك على بيته في ليله واحده. والله العظيم نسيت، احنا كنا بنتكلم في حديث عفاف. يعني ما بين الترجي وما بين فريق نادي طبعا صن داونز. الله عليك يا وسام، الله عليك يا وسام. هذه يا معلول هو فرحتنا هي مش هو لا هي مش هو لا هي من الغباوة، من الجاهلية، من اللاوعي، وأنه إنسان لا يقدر الأهلي. إيه ده؟ أنت بتتكلم على الأهلي، بتتكلم على اشمعنى؟ لأنه الأهلي نادي كبير، قوة ضاربة في مصر وفي أفريقيا. وبإدارة النادي وباللاعبين. لا تنسى مارسيل كولر اللي عنده شخصية، واحد من نجوم اللقاء. هل يكافئ أكرم؟ لازم ياخد المكافأة، لازم يروح أكرم بالمكافأة. أكرم توفيق يستحق هذا التوفيق. أنا عايز أعيط يا جيمي، أنا عايز أعيط يا جيمي. وان شاء الله البطوله رقم 12 هتبقى في دولاب النادي الاهلي، وهنفرح كلنا وهنسمع صياح جديد، وهتنتقل لتشجيع نادي جديد. اضربك فين؟ مفيش في وشك مكان يا عم. اضرب وانت هتركن. وشكرا لكم اعزائي مشاهدي قناه المايسترو، والى اللقاء في حلقه جديده من حلقات المايسترو. ما تنسوناش بدعم القناه بالاشتراك واللايك والشير وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.